السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل مع بعض النهاردة مكرونة بشاميل بالفراخ، بس طعمها هيجنن وطريقتها مختلفة جدا وحاجة كده لذيذة لذيذة لذيذة. هتجربوها ان شاء الله وهتعجبكم الطريقة اللي بالفراخ. طبعا في ناس بتحب اللي بالفراخ وناس بتحب اللي باللحمة فطبعا كل واحد يعني ايه، بس جربوا الاتنين، هما الاتنين حلوين بصراحة يتجربوا. يلا بينا نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خير ما نبدأ به هنسلق المكرونة بتاعتنا مية وملح بس، مش هنحط زيت. سيبها تتسلق كده براحتها وتعال نقطع الفراخ بتاعتنا عشان نخلص على طول. ده صدر فرخة صغير خالص زي ما انتوا شايفين كده، يعني ايه حوالي نص كيلو، بس بيعمل كتير لانه مفيش فيه سمين طبعا. يعني نقطع الفراخ بتاعتنا بطريقة يعني ايه، فتافيت نفتفتها زي ما بيقولوا يعني، بس مش هنفرمها برضو عشان لو فرمناها تبقى ناعمة قوي. نحاول بس نقطعها صغير. طبعا احنا غسلينها كويس جدا، وبعد ما غسلتها حطيتها في الفريزر دقيقتين علشان ايه، تحسي ان هي اتجمدت شويه تعرفي تقطعها كويس. يعني كل ما كانت متجمده شويه تحسي ان هي ايه، تقطع اسهل. لو اول مره تتابعوني، ده مطبخ سعاد، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم جديد، وحطوا لايك كتير كتير عشان الفيديو ايه يوصل لعدد كبير من المشاهدين، القناه تكبر بيكم. بس بعد ما قطعنا بقى كله كده تقطيع عادي اللي هو العادي بالسكينة بقى، ونحاول ايه ندوس عليها خالص خالص، يعني زي اللي هنفرمها خالص خالص يعني، بس بدون كبة برضو. يعني هنقطع التقطيع ده بدون كبة، عشان انتي لو فرمتيها في الكبة بتبقى ناعمة جدا ومش لذيذة قوي مع المكرونة. يعني اما لو هنعملها كفتة ماشي. بس كده تسيبها على جنب. شوف التقطيع يعني تحسي ان هي ايه متقطعة ناعم يعني. يعني بصلتين اتنين مفرومين. طبعا هقول لكم الوقت على سر ان انا بفرم البصل على الاخر ناعم كده، لاني بضحك على الولاد، هما مش بيحبوا الاكل فيه بصل، فطبعا لما بيتنعم قوي كده بيبقى مش باين خالص خالص في الاكل. يعني ايه، اغلب الولاد مش عايزين بصل يا ماما، فطبعا حاضر حاضر من عيني نقلب بقى كويس جدا لحد ما ايه ياخد صدمة، وننزل بالفراخ بتاعتنا. طبعا لما بتتشوح كويس جدا هتشد معانا اصلا مع نص معلقة ملح، نص معلقة فلفل اسمر، ونص معلقة بابريكا. طبعا زي ما تحبي، انت حابة تضيفي لها اي بهارات تانية انت بتحبيها ضيفيها، يعني ايه براحتك. يعني الطعم اللي بيوصل لك النكهة الحلوة اللي انت بتحبيها زوديه يعني. ما تقتصريش على اللي انا بعمله بس او انا بحطه بس، لا يعني ايه اللمسة بتاعتك اللي بتحبيها حطيها. قلب كويس جدا لحد ما كل البهارات توصل لكل الفراخ. بس كده. ونحطها على العين التانية وتعالوا نعمل مع بعض البشاميل. اسرع واسهل مكرونة معلقتين اتنين كبار زبدة، هنحط زيهم بالظبط. يعني ايه، معلقتين اتنين كبار برضو زيت، يعني كل معلقة دقيق لها معلقة، لا زبدة لا زيت. أول ما الزبدة بتاعتنا تسيح ننزل بالدقيق على طول عشان ما تتحرقش معانا يعني. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. 4 معالق زبدة أو زيت، وزيهم بالظبط دقيق. نقلب بقى كويس جدا لحد ما الدقيق بتاعنا يعني ريحته تروح، يعني ريحة الدقيق ذات نفسها تروح، يبقى ما عادش معاك الا ريحة الزبدة والتشويحة بتاعة الدقيق بس مش اكتر. انتوا عارفين كمان ان التشويحة ديت بتخلي ريحة البشاميل ريحتها حلوة، يعني مش مية ودقيق ولبن، لا تحسي ان لها ريحة حلوة مع التشويحة مع الزبدة كده يعني. هي مش بتحمر بس بتاخد ايه، بتطلعي زي الرطوبة من الدقيق كده يعني. حمصناه شوية، خلاص كده كفاية. هننزل بكيلو لبن. بس انا هقول لكم على حاجات عن شد الحلة بعيد عن النار.
علشان اما بنعمله على السخن واحنا بنقلب بيكتل معانا بسرعة زي ما انتوا شايفين كده. فنلحق نفسنا نشده لورا ونكمل اللبن بتاعنا. دايما بعمله كده، يعني اول ما ابدا احط اللبن تحطي اللبن بارد وتشيليه من على النار خالص لحد ما تفك الدقيق خالص مع اللبن، ارجعي رجعيه تاني يغلي معاكي. الناس اللي بيكتل معاهم البشاميل ما تحطيش خالص لبن سخن ولا شوربة سخنة. يعني هتعملي بشاميل الدقيق سخن، حطي بقى لبن ساقع او شوربة ساقعة، يعني ما تحطيش الاتنين سخنين لانه هيستوي معاكي بسرعة، هيكتل بسرعة، انما كده هيفك معاكي على طول. اللبن البارد هيفك الدقيق وهيخليه يفك مع الزبدة، فمش هتحسي بحاجة، يعني مش هيكتل معاكي ولا يستوي بسرعة. نقلب بقى كويس جدا البشاميل بتاعنا، ولا كتل ولا هاند بلندر ولا خلاط ولا اي حاجة، هو على البارد. بعد ما نشيل حلة من على النار شوية، اللبن بارد، نقلب كويس جدا. خلاص فك معانا خالص، مفيش كتل ولا في اي حاجة. نرجع تاني على النار ونقلب بقى لحد ما يغلى معانا البشاميل. طبعا بهارات الخضار لا غنى عنها، او مكعب مرقة ماجي زي ما تحبي، يعني دجاج او خضار، اي مكعب مرقة عندك. نص معلقة ملح. هي بصراحة مرقة الدجاج او مرقة الخضار بتدي طعم جميل جدا جدا للبشاميل معانا بقى. طبعا مبستغناش عنهم ابدا ابدا، حبايبي حبايبي، معلقتين جبنة كريم او كريمة الطبخ، يعني الاتنين لو دي او دي. انا بستغنى عن كريمة الطبخ وبحط جبنة كريم، لان بحسها بتقل البشاميل شوية وبتديله طعم مزز شوية. انا جربت الاتنين بصراحة، بس عجبتني الجبنة الكريمي اكتر. عشان كده بقولك اللي يحب يعني طعم حاجة او مذاق حاجة معينة عادي يدخلها في الاكل، مش مكتوبة في الكتاب يعني. تعالوا كده بدل البشاميل ما يدخلش على بعض يبقى كده خلاص مظبوط. يلا ننزل البشاميل بتاعنا الاول. النهاردة بقى مش هنحط المكرونة، مش هنحط على بشاميل ونرجع ناخد منها، لا احنا هنحط البشاميل الاول عادي. والمكرونة بتاعتنا مسلوقة جدا زي ما هي، مش متضاف لها اي بشاميل ولا اي حاجة، زي ما هي كده. ناخد نصها نحطها تحت في الارض، ونحاول ما نكترش يعني ان هي رق واحد كده خفيف كده، عشان نحس ان احنا بناكل مكرونة بالبشاميل مش مكرونة بس يعني. طبعا لو عندك صبر وطولة بال كده ممكن ترصي مكروناية مكرونة. احنا حطينا شوية وبعدين نظبط بقى. هنكمل كده بشاميل لو هي مش واصل لها. ونسوي كده الصينية معانا. ننزل بالفراخ بتاعتنا بقى بعد ما خلاص نشفت واستوت خلاص كده، تحسي ان هي يعني ايه، بتحسي بس الفرق بين البشاميل الفراخ واللحمة ان مفيش فيه دهون كتير يعني. التاني بين كتر مثلا لو اللحمة المفرومة فيها دهون كتير ولا حاجة، تحسي ان المكرونة سايحة قوي قوي زيادة عن اللزوم كده، واللحمة منزلة دهون والبشاميل فيه زبدة، فتحسي ان هي ايه، فيها دهون كتير. اللي بتتعمل بالفراخ بحس ان هي ايه، ناشفة شوية الفراخ، يعني ايه، مفيش فيها دهون كتير زي التانية. يعني هنرش معانا كده شوية بشاميل كمان. طبعا بما اننا ما قلبناش كل المكرونة في بشاميل، فاحنا ايه، هنحط في كل زي في كل طبقة كده راق هنحط شوية بشاميل. معانا بقى جبنة موتزاريلا، نحط على الفراخ كده شوية. للناس اللي يعني تبقى عايزة المكرونة متماسكة معاها قوي، المكرونة البشاميل لما بتحط لها موتزاريلا في النص بتبقى متماسكة جدا مع البشاميل اللي بتحطيه في النص كمان. هنزل بطبقة المكرونة التانية بتاعتنا، ونحاول برضو نسويها. وزي ما قلت لكم لو انتوا ناس صبورة كده اعملوا مكرونايه مكرونايه. نكمل بقى الاول الجبنة الموتزاريلا بتاعتنا. عارفين ليه الاول؟ لانها لو حطيناها فوق البشاميل بتاخد لون بسرعة، وما يعني ايه كده بتمط اكتر. لكن لو حطيناها فوق مش بتمط اكتر وبتاخد لون بسرعة، مبقاش لون متوحد خالص كده الاتنين مع بعض يعني. نحطها تحت وبعدين فوق البشاميل بتاعنا، او ممكن نقلبهم الاتنين مع بعض وبعدين ننزل بالبشاميل على وش المكرونة. الفرن بتاعنا ولع قبلها بشوية على درجة حرارة 200. بتتحط في الرف اللي في النص يعني فوق الفرن بشوية،
وبعد كده اول ما تاخد لون من تحت بنحمرها تحت شويه عشان هي اصلا كل الحاجات فيها مستويه. نمسح كده الحروف بتاعتنا عشان لو فيها اي حاجه ما تتحرقش بسرعه. نخبطها خبطه كده عشان لو ايه البشاميل بتاعنا يتظبط على الوش. يلا على الفرن. بعد ما دخلناها الفرن وكمان طلعناها وسبناها هديت عشان الناس اللي بتحب القطعه ماسكه نفسها كده مش سايبه، فيعني سيبوها 10 دقايق. الناس اللي بتحب المكرونه سايحه مع نفسها او زياده عن اللزوم نسيبها ايه اول ما طلعنا الفرن نقطعها على طول. انما لو احنا عايزينها كده ماسكه نفسها نسيبها 10 دقايق. تعالوا اوريها لكم بقى وهي متماسكه كده مع نفسها قطعه بقطعتها زي ما انتوا عايزين اهي ما بتتحركش. عشان ايه؟ علشان بردت شويه مش اكتر يعني. انما لما بتكون سخنه من الفرن بتكون لسه سايبه شويه البشاميل بتاعها لسه سايح. فانا عايزه اقول لكم ان هي ريحتها قلب الدنيا ولذيذه جدا ومتماسكه خالص يعني مفيش اي انهيار. هتعجبكم جدا وبالذات للناس المحبين المكرونه القطعه المحترمه اللي ماسكه نفسها كده ما بتروحش يمين ولا شمال. جربوها هتعجبكم جدا. بسم الله. طعمها تحفه. طعمها تحفه لذيذه جدا جدا جدا. هتعجبكم جدا وخفيفه جدا عن اللي بتعمل باللحمه كمان. وطبعا انا من عشاق الفراخ فعشان كده هي بالنسبه لي لذيذه 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 يعني. جربوها. اشوفكم تاني ان شاء الله في مطبخ سعاد. واللي ما اشتركش يشترك عشان القناه تكبر بيكم. حطوا لايك كتير كتير عشان الفيديو يوصل لكميه كبيره من الناس. شكرا من قلبي ليكم.